الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المغرب، الاتحاد العام لعمال كاتالونيا، قيادة حملة التعبئة حول الحق في العمل اللائق للجميع. منذ بداية القرن الحالي أعلنت منظمة العمل الدولية عن مفهوم العمل اللائق كسياسة وكبرنامج ملزم للأطراف الاجتماعية، ويتضح للمتتبع أن عملية تفعيل العمل اللائق كتوجه استراتيجي لسياسة التنمية الشاملة والمتكاملة، وكدعامة أساسية لإنعاش النمو المتضامن والعادل والمنصف لجميع الأطراف، وإعلان العمل اللائق كهدف من بين أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030 من طرف منظمة الأمم المتحدة. فإن العمل اللائق للجميع يتراجع ليحل محله العمل غير اللائق، وبأشكال وطرق وأنماط مختلفة، وذلك يعود للأسباب التالية: أولاً، خضوع السياسات العمومية والقرارات الاقتصادية والاختيارات الاجتماعية ذات الصلة بالعمل اللائق للتوجهات المفرطة للنموذج الليبرالي. ثانياً، التبعية الإجبارية لمؤشرات النمو الاقتصادي، مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاديات الوطنية ويضعف مؤشرات التنمية البشرية. ثالثاً، ضعف مستوى الإدماج والتملك الفعلي والشمولي للعمل اللائق من طرف السلطات الحكومية، وغياب كامل لآليات التكامل والالتقائية والانسجام السياسي والمؤسساتي والتنظيمي للسياسات العمومية المتصلة. رابعاً، عدم فعالية أنظمة المعلومات والمعارف والمؤشرات الإحصائية المعتمدة رسمياً حول موضوع العمل اللائق. خامساً، تغييب ممنهج ومتكرر لآليات التشاور والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. إن الحراك الاجتماعي الذي يعرفه المغرب منذ سنة 2011 وإلى اليوم، وصولاً إلى الحراك الاجتماعي بمنطقة شمال المغرب، هي مؤشرات مشتركة في سياقات مختلفة تؤشر على فشل نموذج السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على مفهوم التحرير الكامل للنمو والتنمية من كل الالتزامات السياسية والمجتمعية ومعايير الإنصاف والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. إن العجز السياسي للدولة والحكومات المتعاقبة وانسحابها الكامل من كل الالتزامات والمسؤوليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية والأخلاقية سبب مباشر في تدمير العمل اللائق، توسيع العمالة الفقيرة والفقر، بطالة الشباب، تراجع القدرة على التكوين والتأهيل والإدماج، انتشار المواجهات والصراعات الاجتماعية، انهيار أنظمة الحماية الاجتماعية، انتشار الأوبئة والأمراض والحوادث المهنية، تدمير الحوار الاجتماعي، تراجع الحريات النقابية والحقوق الأساسية للعمالة والعمل، عدم احترام قوانين الشغل والاتفاقيات والتوصيات، اتساع ظاهرة تشغيل الأطفال، العمل غير الدائم والموسمي، التمييز النوعي والعرقي، تراجع عمالة النساء، الانتشار الممنهج والمنظم للاقتصاد والعمالة غير المهيكلة، الاستغلال المتزايد والمعاملة غير المنصفة للعمالة المهاجرة. في إطار هذا الوضع وفي سياق تفعيل البرنامج الكونفدرالي للسنة الاجتماعية 2016-2017، تم تصميم برنامج لقيادة حملة تعبئة للعمال والعاملات ومجموع المواطنين والمواطنات حول الحق في العمل اللائق للجميع، وذلك بإقليمي مكناس وأكادير كمرحلة تجريبية بتعاون مع الاتحاد العام لعمال كاتالونيا ومدرسة العمل اللائق بالمغرب. يستهدف هذا البرنامج تطوير العمل التنظيمي الميداني وتجديد العمل النضالي الاحتجاجي من خلال تنظيم حملة تعبئة وحشد العمال والعاملات في مواقع عملهم حول أهمية الوعي والمطالبة بالعمل اللائق في مرتكزاته الأربعة، وكذا تطوير مؤهلات التواصل وكفاءات الحوار المباشر للمسؤولين النقابيين والتحامهم العضوي والميداني مع العمال والعاملات والمواطنين والمواطنات،
ولتحقيق هذا الهدف تم تحديد برنامج عمل يتضمن العديد من الأنشطة مع وضع مؤشرات موضوعية لقياس نتائج الحملة واقعياً. وتوزعت أنشطة قيادة الحملة على المحاور التالية: أولاً، ربط التكوين بالعمل الميداني من خلال تكوين 25 من الفاعلين الكونفدراليين بكل من مكناس وأكادير، وذلك لمدة يومين، حول مجالات العمل اللائق ومنهجية تصميم وقيادة حملة التعبئة وكيفيات التواصل مع العمال والعاملات في مواقع عملهم والمواطنين والمواطنات في شوارع الإقليمين. ثانياً، تم تصميم وإنتاج مجموعة من الوسائل ومواد التشغيل القابلة للاستعمال الميداني من أجل تسهيل عملية التواصل المباشر مع العمال والعاملات والمواطنين والمواطنات. ثالثاً، تخطيط وتنظيم 30 خرجة للتواصل مع العمال والعاملات في مواقع عملهم بكل من مكناس وأكادير. رابعاً، تنظيم حملة التوقيع على عرائض العمل اللائق للجميع من طرف العمال والعاملات في مواقع عملهم ومن طرف المواطنين والمواطنات، والتي توجت بتوقيع ما يزيد عن 6500 توقيع. خامساً، تقوية وتوسيع التنظيم الكونفدرالي بالإقليمين، فقد تم تشكيل خلال مدة الحملة 5 مكاتب نقابية محلية جديدة بكل من مكناس وأكادير، وتحسين نسبة الانخراط النقابي ما بين يوليوز 2016 ويونيو 2017 ب8%، مع تنظيم أنشطة إعلامية وتواصلية وإخبارية حول حملة العمل اللائق بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وفي إطار تقييم هذه التجربة، فقد تمكنت الفرق الكونفدرالية لقيادة حملة العمل اللائق للجميع من تحقيق نسبة عالية في إنجاز المهام والأنشطة المبرمجة، وصلت بالنسبة لمكناس 74% وبالنسبة لأكادير إلى 94%. إن نجاح هذه التجربة مكنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبالتعاون مع شركائها بالانتقال إلى الجولة التجريبية الثانية عبر تنظيم وقيادة حملة تعبئة من أجل العمل اللائق للجميع بكل من الدار البيضاء والمحمدية وطنجة خلال سنة 2017 وبمراكش خلال سنة 2018.